جايلكوا النهارده بوصفة من حلويات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. بعتذر عن الفترة اللي فاتت، والله كنت تعبانة جدا مش قادرة انزل فيديوهات. يلا بينا النهارده هنعمل رموش الست او عيون الشهد. عامة هي حلوة تركية كده في منتهى الجمال. مقاديرنا سهلة وبسيطة على قد الايد. عندي هنا كوبايتين سكر وكوبايتين مية، ده الشربات بتاعنا. هنحطهم على النار لمدة 10 دقايق وبعد كده هنطفي عليهم. يلا بينا نشوف المكونات الجافة اللي هي السايلة بتاعتنا عبارة عن ايه. عندي هنا بيضتين، خليت صفار على جنب وخدت البياضة مع البيضة الكاملة. حطيتهم هنا وعليهم ظرف من الفانيليا، هربهم كويس جدا لغاية لما البيض عندي يعمل وش رغاوي. جبت كوباية الا ربع من السكر البودرة، ويا جماعة اساسي البودرة. هنا البودرة بتساعد معايا في التقليب بسرعة، وفي نفس الوقت بتدي معايا الحلوة بتاعتي ناعمة كده ودايبة. عندي هنا كوباية الا ربع خليط بين سمنة على زيت. مسكنا العصاية من نصها، نص زيت ونص سمنه. حطيت هنا كوبايه كمان من الدقيق السمنينه، اللي هو الدقيق السمنينه يا جماعه اللي بتاع البسبوسه بتاعنا، عادي خالص من غير اللي هو الكياس، احنا بنجيبه السايبل من عند العطار. هنقلب، وبعد كده جبت كمان معلقه كده من البيكنج باودر. هنقلب كويس جدا المكونات السايله، وبعد كده هنجيبه المكونات الجافه اللي هي عباره عن الدقيق. هيحط عندي الكوبايه كده هنا، وبحطها كمان بالتدريج. هقلب وبعد كده هبدا استعمل ايديا. وهنا الحلوه دي يا جماعه مش عايزه العجن كتير، كل ما تعجني فيها كتير هتلاقيها اتفروت معاكي، وهتلقي الماده الدهنيه بتاعتك بتطلع، وتلقي الدقيق عندك في حته تانية خالص. يعني مش عايزين نلف، يعني بصوا لاحظوا اللي انا بلفها بايدي بس، مش بعجن زي اللي عندي المعجنات. مش عايزين نوصل للمرحله دي خالص. هنا خلاص كده ببدا الم العجينه عندي. اخدت معايا قد ايه دقيق؟ اخدت معايا كوبايتين من الدقيق، وكل دقيقه يا جماعه بيفرق عن التاني. وعايزه اقول لك الحلوه دي مش بيتحط لها بيض اصلا، ولا سوري، ما بيتحط لهاش بيض. حليب او زبادي او ميه، ما بيتحط لهاش غير كده. طبعا يا جماعه اللي هو بيتحط لها بس بيتحط لها البيض والسكر البودره وبين خليط سمنه على زيت. طيب في ناس هتقولي ينفع سمنه بس، هينفع سمنه بس هتبقى معاكي ناعمه كده وتدوب في البق يدوب. طيب في ناس هتقولي ينفع زيت. عايزه اقولك هو هينفع بس هتبقى معاكي ناشفه قوي، هتلاقيها تشرب معاكي الشربات بصعوبه. يعني عايزه اقولك احنا بنمسك العصايه من نصها احسن. ليه؟ يبقى إن في نفس الوقت ناعمه، وفي نفس الوقت تبقى مقرمشه كده وطعمها في منتهى الجمال. هنا بقى في المرحله دي التشكيل، جبنا الصاج دهنا بسيطه جدا من الزيت، وبعد كده في المرحله دي هنشكل. هتجيبي كده لفه كده، هتحطي كده حته على قد ايديكي. ويعني هنا التقطيع كمان هنا والشكل كده، تكبري الصغار دي حاجه ترجع لك. هنا بنلفه كده، وبعد كده مبططينها ونعملوها شبه شكل الصبع، وتروحي سحباها كده من الجنبين وتعمليها زي رسمة العين بالظبط. هم سموها يا جماعة رموش الست، بس هي في الأصل اسمها عيون الشهد. وهي أصلا حلوى تركية، يعني كده طعمها في منتهى الجمال. طبعا ليها أسامي كتيرة، في كل بلد ليها اسم غير الشكل عندنا. يعني ليه احنا عندنا هنا في بلدنا يعني ليها اسم تاني. هنا بعد ما خلصت التشكيل هنا سهل وبسيط خالص، ما بياخدش معايا وقت خالص. خلاص كده عندي هنا ببدأ اجيب عندي اللي هي الصفارة اللي احنا كنا سايبينها. حطيت عليها ظرف من الفانيليا، وهبدأ عندي ادهن وش الحلوة بتاعتي اللي هي رموش الست. وبعد كده اجيب الشوكة وهبدأ اعمل خطوط زي ما انتم شايفين. كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 160، وهتاخد اللون الجميل. وبعد كده هنحط لها الشربات. عايزه اقول لك حاجه كده، اللهم بارك، ما خدتش معايا وقت زي ما انتم شايفين. خلاص كده عايزه اقولك بتاخدش غير ثواني كده في الفرن، عشان فيها بيض وسمنه. يعني ما بتكملش الثواني عندك في الفرن هتلاقيها اخدت اللون الجميل. الشربات عندي بارد، عندي الحلوى عندي سخنه، وتروحي تزقيها بالشربات بتاعها. طيب حابه تحطي اللي هو الشربات تزقيها كده على الصاج على طول مباشره كده مفيش اي مشكله. بس انا عشان الصاج عندي هنا كان متحروق من البيض، حبيت احطها عندي في الكسرولة كده، وببدا اسقط كده الحلوى، وببدا اطلعها وارصها في طبق التقديم. عايزه اقول لك الحلوى دي يا جماعه بتعمل كميه حلوه، وفي نفس الوقت طعمها كده في منتهى الجمال. شايفين الحلاوه؟ مفيش احلى من كده. عايزه اقول لك بره بتتباع بقد كده، طب وليه احنا نعملوها في البيت؟ وكمان حلويات رمضان كده سهله وبسيطه، كده وجبه يعني حاجه كده في منتهى الجمال. زي انها هنا عندي بفستق الكداب اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده، وحابه تعمليها بجوز الهند، زينيها بجوز الهند او زبيب، اي نوع مكسرات عندك هتحبي تحطيها مفيش اي مشكله. لو عجبتكم وصفتنا النهارده ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوه. عايزه اقول لك كده حاجه كده في منتهى الجمال. يلا بينا نكسر واحده كده، بصوا ناعمه ازاي، بتدوب دوب كده زي ما انتم شايفين. يعني بس مسكي كده طعمها في منتهى الجمال.
يعني ما تعرفيش تميزي رموش الست ولا تميزي هريسة او بسبوسة. يعني طعمها حلو قوي قوي. شايفين الجمال حاجة كده، اللهم بارك. لو عجبتكم ما تنسوناش بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.